بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري ما يحدث في سوريا الآن بأنه فتنة طائفية. وقالت المستشارة السورية إن ما حدث أمس كان بسبب مجموعات إجرامية استولت على سلاح قوات الأمن، وهذا تسبب في سقوط ضحايا بين المواطنين وعناصر الأمن. ما حدث في الصنمين هو أن مجموعة من مسلحين مهربين أتت إلى فرع الشرطة وسرقت الأسلحة وذهبت إلى فرع أمن وأخذت الأسلحة، ثم ذهبت إلى نقطة عسكرية وبدأت إطلاق النار وتم تبادل النار، ومن واجب الحارس في النقطة العسكرية أن يدافع عنها. ما حدث في حمص هو أن مجموعة أيضا صغيرة، ما حدث البارحة كله مجموعات صغيرة في مدن كثيرة من سوريا، والآن توضحت لنا الصورة وأنا أقولها للإخوة المشاهدين ولحضرتك تماما كما هي على أرض الواقع. مجموعة من حوالي 10-15 شخص تركت الساحة القديمة في حمص وذهبت إلى نادي الضباط والذي هو قريب من ناحية الساعة في حمص، فكسرت الشبابيك وحرقت ودمرت وقتلت الشخص الذي كان موجودا في نادي الضباط. ميدانيا أفاد مراسلنا في سوريا نقلا عن مصادر بأن ما وصف عناصر مسلحة احتلت بعض أسطح الأبنية وسط مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا، وأشرعت بإطلاق النار العشوائي على المارة والمناطق التي يتواجد فيها المتظاهرون. من جهة ثانية أفاد شهود عيان في طفس شمالي مدينة درعا السورية أن مشيعين لجنازة أحد الضحايا الذين سقطوا برصاص قوات الأمن أمس هاجموا مقرا لحزب البعث ومخفرا للشرطة في البلدة، إلا أن وجهاء تدخلوا للحيلولة دون حدوث مواجهة بين جموع المشيعين ورجال الأمن. وتقول منظمة العفو الدولية أن عدد ضحايا تظاهرات درعا بلغ حتى يوم أمس أكثر من 50 قتيل. بطريقة غير مسبوقة اهتزت صورة النظام السوري، ليس من دمشق أو حلب أو حتى حما، وإنما من درعا. بداية الأسبوع الثاني على التظاهرات التي بدأت خجولة من قلب المدينة القديمة شهد تطورات قد تشكل منعطفا في تاريخ البلاد. دوي الرصاص الذي خلف العديد من القتلى والجرحى في الصنمين كان وقعه قويا في كل أنحاء سوريا. في العاصمة وقبل موقعة الصنمين قليل كان المصلون قد خرجوا من الجامع الأموي يهتفون للحرية، ففرقتهم قوة الأمن بسرعة. وكذا الأمر في الجامع الأموي في حلب، وإن كانت يد الأمن أكثر قسوة هناك. لكن صور الضحايا التي سرعان ما بثت عبر الإنترنت أشعلت لهيب التظاهرات مجددا العديد من المدن. مشهد غير مسبوق لا في مدينة حمص ولا في غيرها. تجرأ الشعب السوري وخرج يهتف في العديد من المدن دعما لأبناء درعا. وتعدى الأمر ذلك في العاصمة ربما للمرة الأولى. العديد من أنحاء دمشق شاركت في التظاهرات دون أن تستطيع حشد الكثير، وسجل سقوط بعض القتلى على يد قوات الأمن خلال تفريقها للمحتجين خصوصا في منطقة المعظمية. وتكرر الأمر في العديد من المدن كحماة واللاذقية وجبلة وبانياس ودير الزور والرقة والسلمية، مع تعذر التأكد من أعداد القتلى والجرحى. في المقابل شهدت بعض هذه المدن أيضا مسيرات تأييد للرئيس السوري بشار الأسد. تطورات تأخر الخطاب الرسمي السوري عن مواكبتها، لكن وبعد طول انتظار نقلت وكالة سانا عن مسؤول قوله إن مجموعة مسلحة قامت بمهاجمة مقر للجيش الشعبي في بلدة الصنمين فتصدى لها حراس المقر، ما أسفر عن مقتل عدد من المهاجمين حسب ما ذكر بيان الوكالة. وكذا الأمر في حمص، فبحسب سانا أيضا استغلت مجموعة مسلحة تجمعا لبعض المواطنين واقتحمت نادي الضباط وقامت بإعمال تخريب وإطلاق نار. لا تفاصيل أخرى بشأن باقي المدن، رغم أن الصور على الإنترنت تقول الكثير بشأنها، وربما كان أهم ما تقوله بأن أهل درعا نفضوا عن مدينتهم الخوف المقيم منذ عقود. فراس كيلاني، BBC.
نبقى في الشأن السوري، إذ أكد عبد الكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لبي بي سي، أكد أن السلطات السورية أطلقت اليوم سراح 260 معتقلا سياسيا من بينهم 14 قياديا كرديا، أما باقون فهم ينتمون إلى خلفيات إسلامية. وأضاف ريحاوي أن غالبية المطلق سراحهم من هؤلاء السجناء كانوا قد أمضوا في السجن 3/4 المدة للأحكام الصادرة بحقهم. وتقول منظمات حقوقية إن أعدادا كبيرة من المعتقلين السياسيين لا يزالون رهن الاحتجاز. لنتابع الوضع ما يتطور في اللاذقية، ينضم إلينا من هناك شاهد عيان. بداية يعني ماذا حصل في اللاذقية اليوم؟ اليوم أكثر من 6 شهداء سقطوا برصاص ناس، يعني هم قوات النظام كانت تحميهم. نحن لا نعرف لماذا قوات الشرطة تحمي وناس يطلقون النار على الناس. 6 شهداء اليوم. عفوا، لم نفهم جيدا. كانوا 6 شهداء من متظاهرين في الشارع؟ من متظاهرين سلميين في الشارع. 6 نعم. شهداء فقط. وقوات الأمن تقف بيننا وبينهم تحميهم. نحن لا نعرف بلباس مدني ورأينا عدد منهم يخرج بطاقات أمنية. يعني نريد أن نوضح ما جرى سيدي. تقول أن هناك كان متظاهرين في الشوارع وكان التواجد لقوات الأمن، تحول بين من ومن؟ تفصل بيننا. نحن متظاهرون، خرجنا البارحة وخرجنا اليوم متظاهرون سلميون نريد إصلاح، نريد حقوقنا، نطالب بحريتنا. وبين حوالي 100 أو 200 شخص أتوا بباصات إلى ساحة الشيخ ظاهر هنا في اللاذقية، ساحة الشيخ ظاهر، أتوا بباصات أفرغوهم بالباصات وقوات الأمن صارت تحميهم. تحمي من أتوا بالباصات؟ نعم. ومن أين أتى إطلاق النار؟ وأتى إطلاق النار أتى من جهتهم. في البارحة كانوا يرمون علينا حجارة. البارحة كانوا يرمون علينا حجارة، أما اليوم والبارحة أيضا أطلقوا نار، والبارحة أربعة على الأقل 4 سقطوا البارحة. طيب، المصادر السورية تقول بأن هناك مسلحين ينتمون لجنسية أخرى هم الذين هاجموا المتظاهرين. يا سيدتي، نحن مع المتظاهرين من الصباح إلى المساء. لا يوجد إلا هذا الشعب الذي يريد حريته ويريد مطالبه. لا يوجد لا من تقول عنهم أنهم مندسون ولا أدري من أين أتوا الناس المدسين، هم الذين يطلقون النار على شعبهم. طيب، الباصات التي أتت، هل استطاعت أن تميز إلى أي جهة تنتمي هذه الباصات؟ يعني في سوريا هناك ألوان معينة لباصات وأشكال معينة. باصات حكومية. باصات الحكومية الخضراء. سيارات أمن مكتوب عليها مديرية الزراعة، واستخدموا لا أدري، عجزت سيارات الأمن يعني. طيب، هناك سيارات من كافة المديريات يستخدمون سيارات للأمن. طيب، يعني الآن نتابع هذه الرواية معك، ولكن هل استطاع أحد تصوير ما جرى؟ لأننا نتابع. نحن صورنا وحتى الشهداء الذين سقطوا عندنا توثيق عنهم بالصور والفيديو وكل شيء. طيب، يعني أريد أن أفهم منك، هل تم تصوير هذه الباصات التي تقول أنها حكومية تابعة لمديريات معينة؟ اليوم أتحدث عن اليوم، عن الباصات التي أتت لهؤلاء التي تقول أنهم أطلقوا النار على المتظاهرين. وبعد أن سقط الشهداء اليوم أحرقوا المتظاهرين، أحرقوا هذه الباصات. نعم. هل كان هناك أي أحد على أسطح أبنية يطلق النار؟ البارحة كان يوجد، أما اليوم لم نشاهد أحد. البارحة كان على سطح كان يوجد على سطح مخفر الشيخ ظاهر. نعم. كان يوجد رجال يعني ما يمسكون بواريد. نعم. ما أطلقوا النار علينا، ما رأينا أنهم أطلقوا. الأمن يحمي الذين يطلقون النار. نعم. الشرطة تحمي الذين يطلقون النار. هي فعلا لا تطلق النار تنفيذا للأوامر، ولكنها تحمي من يطلق النار. الآن هل يوجد أحد في الشوارع؟ نعم، الآن في الشوارع، في هنا في الطيبة وفي مناطق عدة. نعم. عند الإطفائية وهناك عناصر مسلحة الآن في دوار اليمن والشعب، ولا يوجد أي محل فاتح أصلا. لا أحد يجرؤ من الناس أن يفتح محله. نعم، شكرا لك شاهد عيان من محافظة اللاذقية على الساحل السوري. أفادت مصادر في لجنة الوساطة في اليمن لمراسل بي بي سي بفشل المفاوضات